بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بقى النهارده هنعمل احلى صينيه سمك معايا في الفرن جميله جدا. انا عندي كيلو سمك هنا منضفاه ما شاء الله، ومعايا بصلتين شرائح، ومعايا حبايتين من الجزر وتوم، ومعايا 4 قرون فلفل، ونص كيلو طماطم شرائح زي ما حضراتكم كده شايفين. بنزل عندي في الكبه بالفلفل مع الجزر مع التوم. ما شاء الله اللهم بارك، جميل جدا. التتبيله ديت للسمك روعه. بنزل بقى عندي بنص كميه الطماطم زي ما حضراتكم كده شايفين، اللهم بارك. هنا بقى ببهر الخلطة دي معايا علشان تتفرم كلها مع بعض. ما شاء الله بنزل بمعلقة كبيرة من الكمون ما شاء الله، وكمان معلقة صغيرة من الكركم اللهم بارك. هي بس بتديني اللون وتطعيمها حلوة يعني. وبظبط بقى عندي الملح، انا حاطة هنا معلقة صغيرة ملح، وكمان معلقة كبيرة من الخل، وبنزل كمان بعصير ليمونة معايا اللهم بارك. كله كده في الكبة زي ما حضراتكم كده شايفين. اتفرمت معايا وطلعتها ما شاء الله، شكلها تحفة ما شاء الله، وطعمها خطير جدا اللهم بارك. بنزل بقى معايا على كمية البصل ما شاء الله ادي. هنا بقى الخطوة دي اتبل السمك معايا، احشيه ما شاء الله، جميلة جدا. والسمكة عندي منضفاها بالملح والليمون والخل ما شاء الله. وبنزل بقى هنا كمان مع التتبيلة بكمية الطماطم الباقية، بنزل كمان بالكمون والفلفل الأسمر، كل حاجة معلقة صغيرة، ومعلقة كمان صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة كمان من الكركم ما شاء الله. ادي الكمون حطيناه، بفرك بقى كله مع بعضه كده زي ما حضراتكم كده شايفين. اظبط بقى كده معايا كده بقى الصينية كده ما شاء الله، اشبع كل حاجة بقى معايا من التتبيلة الجميلة دي اللهم بارك. شايفين شكلها روعة ما شاء الله. دي بشيل بقى نص كمية البصل معايا بالتتبيلة على جنب زي ما حضراتكم كده شايفين، وبفردها بقى كويس جدا في الصينية معايا. وبروح ماسكة عندي السمك رصاه، ترصي بقى حسب ما انت عايزة. دي السمك احنا كده رصيناه زي ما حضراتكم كده شايفين. بروح بقى عاملة بالسكينة على السمك مجرحاه زي ما حضراتكم كده شايفين، علشان اما التتبيلة تيجي فوق تبقى طعم التتبيلة يخش في السمك، في لحم السمك من جوه، تبقى طعمة وجميلة جدا ما شاء الله اللهم بارك. زي ما حضراتكم كده شايفين دي بنزل بقى كل التتبيلة معايا جميلة جدا، واروح حطها في التلاجة عندي لمدة نص ساعة. في التتبيلة بقى بتنزل مية جميلة جدا، وتدخليها على فرن سخن درجة حرارة 180، بتطلع معاكي جميلة جدا. هنا بقى بروح حاطة زيت على الوش، معلقتين كده كبار زي ما حضراتكم كده شايفين، وحركها كويس جدا شايفين. واروح حاطة كمان ليمون شرائح زي ما حضراتكم كده شايفين، ليمونة كده تدي تطعيمة جميلة جدا للسمك، جميلة وروعة. ادي لونها، وشايفين السمك كده معاها بتتبيلة روعة. احنا بقى كده دخلناها الفرن واستوت جميلة جدا. تعملي بقى جنب منها رز، شايفين حضراتكم الصوص. ادي التتبيلة بقى جميلة جدا روعة، وبتتاكليها بقى كده مع السمك حكاية اللهم بارك يعني. هنا بقى انا قدمتها مع رز بسمتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.